السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. دابا بما اننا في فصل الشتاء والبرد قاصح، بزاف ديال الناس كيسولوا شنو نعطي للدجاج باش يبقى بصحه مزيانه وما يوقفش البيض. اليوم غادي نشارك معكم الاعلاف اللي كنستعمل انا شخصيا في هذه الفتره، واللي دارت فرق كبير في الصحه ديال الدجاج وفي النشاط ديالو وفي انتاج البيض ايضا. ودابا ندوزو الخطوات وحده بوحده، فخليكم معايا وفرجة ممتعة. قبل ما نهضروا على الاعلاف، اول حاجه اللي لاحظتوا معايا كنديرها دائما قبل ما نقدم الاكل او الماء للدجاج وهي التنظيف، لان الدجاج خاصو يعيش في بيئه نقيه وصحيه. لذلك قبل ما نقدم الاكل للدجاج ديالي كننظف الحوش مزيان من الاوساخ، من البزق ديال الدجاج وحتى بقايا الاكل السابقه، داكشي اللي بقى من الماكله اللي تقدمت لهم سابقا. باش تحافظوا على الدجاج ديالكم ويبقى بصحة مزيانة بدون أمراض وبدون خسائر، هاد الخطوة راها أساسية في كل مرة وكل نهار. إلا قدرتوا أنكم تشطبوا الدجاج راه مزيان قبل ما تقدموا ليه أي أكل. حاولوا تخلصوا من جميع الأوساخ والبقايا اللي كتبقى في الحوش، عاد قدموا ليه الأكل والماء. من بعد ما ساليت التنظيف جا وقت العلف. في الفصل ديال الشتاء خاص الدجاج ياكل مزيان، لان الجسم ديالو كيحرق الطاقه باش يسخن، وهنا كيجي دور العلف المناسب. غادي نبدا معكم باول علف اللي هو البياضه. البياضه مهمه بزاف للدجاج البياض، كتعاون على انتاج البيض وكتعطيهم البروتين والمعادن اللي محتاجينهم. وخصوصا في الشتاء كنركز عليها اكثر من الصيف، لان الدجاج خاصو طاقه زايده باش يدفى ويبيض. وهذا هو الشكل ديال علف البياضه. اللي ما كيعرفوش راه كيتباع في المطاحين وعند الناس اللي كيبيعوا العلف بالجمله والتقسيط. الثمن ديالو باش شريته انا حاليا هو 6 دراهم للكيلو. تاني علف كنستعملو هو الفرينه، وهي معروفه عند بزاف ديال الناس انها كتعطي الدفء والطاقه وكتخلي الدجاج نشيط ومقبل على الاكل لانها كتفتح الشهيه. وثالث علف وهو الشعير. والشعير من بين اقوى الاعلاف في الشتاء، حيت سخون وكيساعد على انتاج البيض وكيقوي المناعه وكيعاون على الهضم وغني بالكالسيوم. وفي الايام البارده يعني فصل الشتاء كنزيد الكميه ديالو مقارنه مع الصيف، وإلا لقيتو الشعير البلدي غادي يكون حسن. بالنسبه ليا انا لقيت غير الرومي حاليا. خلطهم بجوج، الفرينه والشعير، وكنحتفظ بالعلف كله في السطوله. كيف ما شفتوا معايا من الاحسن كنحافظوا على العلف ديالنا في السطوله بحال هكا، يكونوا كيتسدوا باش ما توصلش ليه الرطوبه، ما يوصلش ليه الماء، وحتى باش ما يفسدش، وحتى باش ما تمشيش ليه الطبات، لان عندي انا الطبات والفيران ديما معديين عليا وكيسرقوا العلف. دابا ندوزو للعلف الثالث اللي كنستعملو على طول السنه، ماشي غير فصل الشتاء، اللي هو النخاله الغليظه. هذه هي النخاله الغليظه كنستعملها دائما سواء في الشتاء او في الصيف. في الشتاء كنخلطها احيانا بالماء السخون، احيانا بالماء البارد، وفي الصيف كنخلطها غير بالماء البارد. وما كنعطيهاش للدجاج بشكل يومي، كنعطيها نهاريه يومين لا. وهذا الخبز كارم مطحون حتى هو راه شاركته معكم مسبقا. الخبز كنكرمو حتى يكرم مزيان في الشمس، عاد كنطحنو كندقو حتى كيولي بحال هذا الشكل، وكنعطيه للدجاج بلا ما نخلطو مع الماء. كنعطيه ليهم هكاك ناشف، كنعاون به وصافي، ما كنعتمدش عليه لانه بوحدو يقدر يضرهم في المصران. خاص نبقاو نعطيوه ليهم غير مره غير باش نعاونو وصافي. دابا غادي نبدا نقدم الدجاج ديالي العلف. فاول حاجه درتها هي خلطت النخاله بالماء، وكان غير كنرشها شي شويه، ما تكثروش بزاف الماء النخاله. الا عجنتوها بالماء غير شويه وصافي، المهم تفزاك شي شويه، وقدموها للدجاج ديالكم. كتعطى في الصباح، من الاحسن تقدموها في الصباح الباكر، تخلطوها بالماء السخون فاصل الشتاء. وبالنسبه للاعلاف الثانيه خديت هنايا الاناءين ودرت في كل واحد شويه من البياضه وشويه من هذيك الشعير والفرينه اللي خلطناهم مسبقا. ودابا غادي نقدمهم للدجاج، وهكا غادي نكون قدمت ليه ما يحتاجه من فيتامينات ومعادن، ما يحتاجه من اكل مفيد لليوم. كنستمر بنفس الروتين طول فصل الشتاء.
وكنبقى نعطيهم حتى بقايا الطعام بطبيعه الحال اللي هذه كنعطيها لهم كل ما كانت متوفره. دائما كنعطيها لهم في الشتاء وفي الصيف، جميع الفصول كلما كانت متوفره كنعطيها لهم هكاك طريه نقيه. وهكا نكون وريتكم الاعلاف اللي كنستعمل في فصل الشتاء للدجاج البلدي والفيومي، واللي من خلال تجربتي المتواضعه كيساعدوا بزاف في الصحه والبيض. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الدعم بلايك وتعليق، وقولوا لي في التعليقات واش عندكم اعلاف اخرى كتستعملوها في الشتاء. شكرا لكم على المتابعه، ونلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.